ليه بنخاف من التغيير حتى لو عارفين إنه ممكن يبقى مفيد؟ ليه بنخاف من التغيير؟ يعني نكون عارفين إن الشغل الجديد أحسن أو إن قرار معين هيفيدنا وبرضه نحس بتوتر وخوف. السبب إن مخ الإنسان بيحب الحاجة المألوفة حتى لو مش مريحة. يعني ممكن تبقى مش مرتاح في شغل بس متعود عليه، فلما تفكر تغير مخك يزعق استنى، دي منطقة خطر. ليه كده؟ علشان المخ بيعتبر المجهول تهديد وبيشتغل بمنطق الأمان في اللي نعرفه حتى لو اللي نعرفه مش حلو. كمان التغيير بيحتاج مجهود ومخنا دايما بيدور على الطريق السهل، فلما نقول عايز أبدأ من جديد أو هعمل حاجة جديدة المخ يرد طب ليه التعب؟ بس الحقيقة الخوف ده مش دليل إنك غلط، ده بس معناه إنك بتخرج من منطقة الراحة، وورا الخوف ده ممكن تلاقي أحسن نسخة من نفسك. لو كان الفيديو مفيد ليك اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة.